كان يا مكان في واحد الدوار صغير في جبال الأطلس، ساكن فيه راجل سميتو عابد ومراتو راضية، وعندهم بنية زوينة سميتها نجاس. كانوا عايشين حياة بسيطة ولكن مزيانة، فحال الفلاحة، كيخدموا في الأرض، كيحلبوا المعزة ومقنعين برزقهم. نهار من النهارات عابد خرج بكري للحقول وبدا كيقلب الأرض باش يغرس الزريعة، حتى لقى واحد الثعبان صغير ملفوف في حلقة، كيشوف فيه بعينين كبار كيبانوا بشرية. تخلع شوية ولكن الثعبان ما دار حتى حركة، بالعكس بدا كيتقرب منه بحال شي وليد تايه. عابد قال راه حيوان مسكين ما بانش باغي يضر، غادي نديوه للدار والبنت ديالي تعجبات ربيه. جابوا للدار وفعلا نجاة فرحات بيه بحال شي لعبة جديدة. عطاتو سميت سلطان، كانت كتحط ليه الحليب وتفرش ليه في الزاوية وتبقى تهضر معاه. الثعبان بدا كيتعود عليهم وكيتبعها في كل بلاصة. مرت شهور وسلطان ولا بحال فرد من العائلة، كيعرف وقت الأكل، كيعرف منين يرجع عابد، كيدخل وكيخرج بلا ما يضر حد. الناس ديال الدوار بداو كيسولو شنو هاد الحية اللي كتعيش معاكم في داركم؟ ولكن عابد كان كيرد راه مخلوق من مخلوقات الله، ما دار لينا والو وخايف منا. منين فاتت 3 سنين بداو الامور كيتبدلوا شويه. بالليل كيبدا الضوء كيطفى ويرجع بوحدو، الكلاب كتغوت بلا سبب، البهايم كيمرضوا ويطيحوا وحده ورا وحده. راضيه بدات كتفيق مفزوعه، كتحلم بان سلطان كيهضر معاها بصوت غليظ وكيقول ليها انا خديت بلاصتي في هاد الدار وغادي نكمل المهمه ديالي. حتى نهار شافتو واقف فوق صدر نجاة وكتغوت ولكن ما قادراش تحرك. راضيه ما قدراتش تسكت، مشات عند فقيه في دوار بعيد وقصت ليه كل شيء. قال ليها وهو مصدوم راه داك سلطان ماشي حيه عاديه، راه جني من قبيله الجن اللي كيتحولوا لحيات، وتربى عندكم حتى ولا باغي يدخل في دم بنتك. قال ليها منين يوصل 7 سنين في داركم غادي يحاول يتحد معاها ويخطفها. عطاها واحد الحجاب وقال لها سديو النوافذ وطيبوا الحرمل وقراو سورة البقرة، ومنين يجي وقت المغرب غادي تعرفوا شكون فعلا سلطان. جا يوم الجمعة وسدوا كل شيء وحطوا الحجاب وسط وسادة نجاة وبداو كيقراو. فجأة الدار كلها تغطات بالضو احمر، سلطان بدا كيطير في الهواء، كيضرب الحيطان وكينفت الدخان، الريحة خايبة والحيوانات في الاسطبل بداو كيغوتوا والباب تهز بوحدو. نجاة طاحت مغمى عليها وراضية بقات كتبكي، حتى بدا سلطان كيدوب قدامهم ولكن خلى كلمة مكتوبة في الحيط بدم غليظ: ربيتوني، عشت معاكم، ولكن بنتكم راه ديالي، غادي نرجع وما غادياش تسلم. نجاة بقات كتحس بالبرد في الليل وكتحلم بعيون حمراء كتشوفها من بعيد. كل جمعة راضية كطيب الحرمل وكتصلي وتبكي، حيت كتعرف أن سلطان ما مشاش نهائيا، غير كيتسنى الفرصة باش يرجع. ماشي كل شي اللي كيبان مسالم هو فعلا مسالم، كاين شي مخلوقات إلا دخلت لدارك كدي معاها السكينة وكتخلي بلاصتها في القلب والذاكرة وحتى في الكوابيس. دازت الأيام وحتى قالوا ما غاديش يبقى يرجع، وقالوا صافي الأمور مزيانة دابا وتهنينا من المشاكل ولات الحياة زوينة. ولكن في ليلة من الليالي رجعت نجاة كتغوت بزاف وهي ناعسة وكتقول راه سلطان رجع وباغي ياخدني معاه. واش فعلا رجع ولا غير حلم؟ الجواب باقي ما بانش. عين دم.